يا استاذ مصطفى احنا ينفع نعمل ينفع نجيب الدواء طب انت كنت بتسطر عليه ليه؟ بتسطر عليه ليه؟ انت بتسطر عليه ليه؟ انت بتسطر عليه ليه؟ انت بتسطر عليه ليه؟ هدينا حقنا على ايه انتوا مين معايا؟ ما قالش انا هشتمك واعتذر لك هشتمك واعتذر لك ممكن اشتمك واعتذر لك ما اعتذرش ممكن اشتمك واعتذر لك عشان دي دولة قانون يتحاسب انت راجل رمزي دلوقتي يا استاذ مصطفى ما ينفعش اشتمك واقول لك انا هعتذر لك اسمعوه طيب يعتذر. انا صاحب الشتيمه مش من حق ان انا ارفع قضيه. كلنا اصحاب الشتيمه نرفع قضيه لما حد يشتمك انت يبقى كلنا اصحاب الشتيمه. نرفع قضيه ولا نروح نذبح مثلا مبارك ولا نحكم احنا والمجلس ياخد معاه موقف. المجلس ياخد معاه موقف. بسالك سؤال احنا عايزين المجلس ياخد ويتاخد الاجراء وعايزين منكم انتوا اجراء يا عم واحنا عايزين منكم انتوا اجراء. عارف الاجراء يتاخد امتى؟ لو الشتيمه حصلت تحت الأم. بس ده بيمثل ثانية واحدة أنا بكلمك كلام منطق. استاذن سيادتك أنا بكلمك كلام منطق. ماشي كلام المنطق بيقول لما بتشتم بره صاحب الشتيمة بيرفع قضية، تيجي القضية للمجلس يرفع الحصانة عليه ويروح يتحاكم. هو ده لو شتم تحت القبة يبقى في الحالة دي ممكن يعتذر تحت القبة أو لا يقبل اعتذاره برضه تحت القبة. سؤال يا استاذ يا جماعة أنا بقول لكم الوضع الصح، عايزين بلدنا تمشي بالقانون، الغلطان يتحاسب. ايوه هي كده. هو احنا ده اللي احنا عايزينه. يا عم يترفع يا استاذ مصطفى يا باشا يا عم اسمعني بس هي طريقة النيابة العسكرية حصلت يرفع الحصانه يروح يتحقق معاه، غلطان بياخد حسابه، مش غلطان بيرجع تاني. احنا عملنا بلاغات. الناس دي ممكن تهدى ازاي؟ الناس دي ممكن تهدى ازاي؟ ان القانون يمشي، القانون يمشي يا فندم. النهارده الراجل دوت غلط في شخصيتين، لو هنقول على زياد والواقع شخصيتين. الشخصيه الاولى ولا هنعمل حاجه يا استاذ مصطفى. هنحل حاجه لما تقول شخصيتين انا ازعل منك. ثانيه واحده يا جماعه بعد البلد كلها زياد العليمي غلط في البلد كلها يا فندم لما يغلط في رمز مصر يبقى غلط في مصر كلها. لما يبقى المشير عمار يبقى كل المصريين حمير. محدش يقدر يقول كده، محدش يقدر. هو قال كده محدش يقدر يقول يتحاسب. لا الا الله يتحاسب يا بيه، يتحاسب بالقانون يا بيه بالقانون. طبطب انا ممكن اطبطب ثانيه واحده يا بيه. طبطب زي ما انت عايز جوه، انا من حقي ارفع قضيه واجيب حقي بالقانون. انتوا الله احنا هنرفع. احنا عملنا ايوه خلاص. هيحصل ايه بعد كده يا بيه؟ لا يا بيه بس اللي احنا بنقوله يا استاذ مصطفى لما حد بيقرب ناحيتهم انت وهيك بتنزل محدش يجي ناحيتهم ليه؟ ليه يعني؟ والناس عامله ايه فينا والناس دي عامله ايه فينا؟ انت عارف انا ثوره مستمره بالقانون ولا يا استاذ مصطفى هو كده ما بيسيئش ليكوا يا استاذ مصطفى. هو ما بيسيئش ليكوا انتوا. مش ازاي دلوقتي يا استاذ مصطفى؟ انا بتلاقيني قاعد برضه مع السلفيين وبتلاقيني قاعد وراهم على طول يا بيه. انا بتحرك عشان ارفع دي فلوس مع حاله سرحان. ارفع دي. لا لا ما بيقولش الكلام ده. وليه حاجات معينه يقول لي تشوف انا مش عارف قلت ايه للمدير؟ قلت ايه على المدير؟ يا استاذ قلت ايه؟ يا استاذ مصطفى يا استاذ مصطفى استاذ مصطفى انتوا بتوقفوها ليه؟ يا استاذ مصطفى يا جماعه مش هينفع الكلام ده. المفروض النواب ياخدوا موقف. النواب